بعد انتقاد محللين قرعة كأس الخليج لمنتخب اليمن، منتخب اليمن لديه فرصة كبيرة للوصول إلى نصف النهائي. أوقعت القرعة المنتخب اليمني أمام منتخب العراق والسعودية والبحرين. أما عن منتخب العراق والسعودية فسيلعبون في المنتخب الصنف الثاني أي الرديف وليس الأساسي، مما يجعل منتخب اليمن أمام فرصة كبيرة للفوز. ولكن لا ننسى في خليج البصرة 25 تم خسارة المنتخب اليمني من المنتخب السعودي من الصنف الثاني الرديف 2-0. ولا ننسى أن في صفوف المنتخب اليمني يوجد 13 لاعب محترف في الدوريات العربية، مما يعطي كسب الثقة ويعطي الخبرة. وأكيد هذه فرصة لا تعوض للفوز للمنتخب اليمني